سلوك طريق الهداية نعمة عظيمة من نعم الله على العبد، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يختار للهداية والاستقامة إلا من يحبهم ويصطفيهم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف يتميزون؟ يتميزون بالامتحانات، بالابتلاءات، بالمصاعب والآلام. لله عبودية تحقق في الرخاء وفي الشدة. في الرخاء كثير يحقق العبودية لله رب العالمين، أما حين تواجههم امتحانات وصعوبات وخطوبات يسقط كثير. لذلك كان من سنة الله أن يبتلي السائرين على هذا الطريق، لأن الثمن غالي، ثمن الوصول إلى آخر الطريق غالي، كان لابد أن يدفع الثمن غالي. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا وما أقلهم ولا يعلمن الكاذبين وما أكثرهم، مصداق قوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الطريق ليس بالسهل، بل مليء بالمصائب والآلام، محفوف بالمخاطر والهموم والغموم. ولقد تنزل على الأنبياء وهم أحب الخلق إلى الله من المصائب والآلام، ما الله به عليم. لذلك قال ابن القيم يا دني الهمة يا ضعيف العزم، الطريق طريق ناح فيه نوح، وألقي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، ونزل الضر على أيوب، وفقد الولد يعقوب، وأدخل السجن يوسف، ونشر بالمناشير يحيى، وشج رأس الحبيب. لكنكم تستعجلون. إذا نام المسافر واستطال الطريق فمتى يصل إلى المقصود؟ السلعة غالية، لذلك كان لابد أن يكون الثمن غالي. فماذا قدموا؟ قدموا كثير، قدموا في الطريق ما لا يخطر على البال، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، كل في سبيل الثبات، كل في سبيل نصرة هذا الدين. خذ من دمائنا اليوم حتى ترضى. بذلوا الأنفس والمهج والأموال حتى نثبت. لابد أن نعرف ما الأجر المترتب على الثبات، ما الأجر المترتب على الثبات. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول بأبي وأمي والذي نفسي بيده إنكم لتتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري في السماء. أسألك بالله العظيم كيف وصلوا؟ أسألك بالله العظيم كيف وصلوا إلى تلك المراتب الرفيعة وإلى تلك الدرجات العالية؟ ذكر الله كيف ثبتوا وكيف وصلوا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. الآية تغير مجرى القوم، آية واحدة تغير مجرى القوم. فانظر ماذا صنعت فينا الآيات في القرآن من الأوامر بإقامة الصلاة، أكثر من 90 أمر. ثم انظر في واقعنا مع صلاتنا. الآية تغير مجرى القوم، آية واحدة تغير مجرى القوم. فانظر ماذا صنعت فينا الآيات. الآية تغير مجرى القوم، آية واحدة تغير مجرى القوم. فانظر ماذا صنعت فينا الآيات. جوال تذكر زادك المدخر. ولمزيد من التواصل يمكنك زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني. آية واحدة تغير مجرى القوم. فانظر ماذا صنعت فينا الآيات.